سألت ماركينيوس غابرييل وهرناني. الأخير كانت لديه بعض المشكلات وكل منهم لديه طريقته، ولا تعني مشكلات هرناني أن كل اللاعبين لديهم نفس المشكلة. لذلك أنا سعيد جدا ولم أعاني أي مشكلة من 5 أشهر، حتى أن والدتي تقلق علي كثيرا من شعور الغربة، ولكنها حينما ترى مقدار محبتي وعاطفة الجماهير تجاهي في مواقع التواصل الاجتماعي تكون مطمئنة كثيرا. وبالمناسبة حين كنت في البرازيل خلال احتفالات رأس السنة كنت أطبخ، وهذا المكان يذكرني كثيرا بالبرازيل. عموما النصر نادي كبير وشعبيته كبيرة جدا في البرازيل ويعرفونه جيدا، لأنه النادي الذي لعب بكأس العالم للأندية في البرازيل، وهذا سر يجذب اللاعبين البرازيليين إلى هنا. شيف برونو. Chef Bruno. How make beef Brazil? First oil. Olive oil. Just a little bit. Shway. Like this. أول سبب للتعاقد مع النصر وموافقتي على عرضه يعود إلى وجود المدرب زوران بعد أن عرفت أنه هو من طلب التعاقد معي. والسبب الثاني، قبل أن آتي إلى النصر كنت ألعب مع نادي توينتي الهولندي بالإعارة، وقضيت معهم أجمل أوقاتي وأحببت أن أستمر معهم، لكن كانوا لا يملكون إمكانات مالية لشراء عقدي من نابولي الإيطالي، وهذه الإمكانية موجودة مع النصر. وأضف إلى ذلك أنني أرغب باللعب في نادي جماهيري وتاريخه كبير، وهذا موجود بالنصر، ولدي طموح أن أفوز بالبطولات وأن أصنع الفارق، وكل هذه الأشياء اجتمعت في النادي الذي ألعب معه الآن. بدايتنا في الدوري كانت جيدة جدا، بعدها لم تكن هناك انتكاسة بقدر ما كان هناك سوء في النتائج. ولا تنسى أن في النصر لاعبون كثيرون لأول مرة يلعبون في فريق واحد، 4 لاعبين من بلدان مختلفة ولاعبون شبان جدد، وكل هذا من الطبيعي أن تكون سببا في تذبذب البدايات، ولكن دائما أقول امنحونا وقتا كافيا فلدينا كل شيء. وأعتقد أن مباراة الأهلي أظهرت قيمتنا الحقيقية، وبعدها عادت النتائج الجيدة. نحن اللاعبون الأجانب ال4 نعيش كثيرا مع بعضنا البعض، وحتى في ذهابنا إلى التدريبات نرافق بعضنا، وأؤكد أنهم جيدون كلاعبين وأشخاص، ولم يأتوا هنا من أجل المال فقط، بل يهمهم موقع ومستوى الفريق في الدوري، ويهمهم أن يقدموا أفضل ما لديهم، ويهمهم صناعة الفارق مع الفريق. وقد سمعت أن هناك لاعبين يأتون من أجل المال فقط، وهذا لا يحدث معنا نحن، أنا وزملائي في الفريق، وأقول ذلك عنهم. النصر يهمهم كثيرا. This is like Picasso, one, you know. This is like Picasso. I think Omar. فيما يخص عمر هوساوي، هو لم يكن سيئا لوحده في الموسم الماضي، بل كان الفريق كله سيئا، ودائما المدافع يتحمل سوء الفريق. وهذا الموسم عندما رأيت عمر هوساوي في بداياتي أدركت أن عمر لاعب مهم في الفريق، واستشعرت ذلك، وكان وجوده مهما ومساعدا حتى في نجاح المنتخب السعودي. هو لاعب كبير، وأنا لا أعلم إن كان وجودي هذا الموسم سببا في عودته إلى مستوى، ولكن أنا متأكد أنه لاعب ممتاز جدا، وهذا يشعرني بالفخر. بالحديث عن مباراة الديربي في كأس ولي العهد، هذا أولا هو عمل المدرب، لأنه أوجد الطريقة المناسبة للتعامل مع المباراة، ونجح في إظهار قوة النصر الحقيقية، وتفوق في عمل المدربين. وما أحدثه المدرب أمام الهلال كان شيئا جديدا لم نعتد عليه، ولكن إذا كنت تتعامل مع مدرب قوي شخصية ويعطي الثقة للاعبيه ويمنح الفرصة للشباب، سنظهر بهذه القوة. لم يكن أحد يتخيل أننا سنقدم هذا المستوى وهذه المباراة، وكل هذا لأننا نملك مدربا بقيمة زوران، ونحن طبقنا تعليماته بحذافيرها. Omar from أهلي.
عمر السومة هو أفضل وأخطر مهاجم في السعودية، لأنه المهاجم الوحيد الذي يملك مواصفات اللاعب رقم 9. وفيما يخص اللاعبين من وجهة نظري الذين يستحقون الاحتراف خارجيا، أرى إبراهيم غالب فهو لاعب ذكي جدا وإمكانياته عالية، وحسين شيعان حارس جريء وشجاع وثقته عالية، وعبد العزيز الجبرين الذي نرجو أن يعود سريعا من الإصابة، وأخيرا عوض خميس وهو لاعب في أكثر من مركز واحترافه سهل في أوروبا. أنا سعيد جدا بوجودي مع النصر، وأسعد كثيرا حين أعرف أن الجماهير تطالب ببقائي لمواسم أخرى. أنا مستمتع كثيرا بالعيش هنا وثق تماما، لا أجامل أبدا حين أقول ذلك، وطالما أنا أشعر بذلك فأنا أتمنى البقاء هنا أكثر مع النصر، ولا أود الانتقال إلى أي مكان آخر في العالم. This best song in stadium, number 1. Come like this, top. Very nice, sure. Bye bye guys, thank you so much. Shukran.